السلام عليكم اخوات حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده هعمل لكم ام علي بالرقاق. اتمنى بجد الفيديو يعجبكم، يا ريت تشوفوا الفيديو الاخر عشان بجد مده المشاهده بتجيني وحشه جدا يعني. يا ريت تحطوا لايك للقمر اللي زيكم. آه انا جايبه حله كده احط فيها لبن. طبعا هو اللبن على قد الكميه اللي انتي عايزاها، وده اختياري ليكي انتي. وده الرقاق اللي احنا بنعمل بيه يا بنات، اللي هو بتاع العيد، اللي بنعمل بيه صينيه الرقاق اللي هي باللحمه المفرومه يعني. تمام، بيبقى اي حد بيبيعه في الشارع وبنعمله في البيت سهل جدا جدا يعني. الام علي بتتعمل بالملفيه، بس طبعا الملفيه غالبة جدا وعشان تشتري غالي. معايا هنا زبيب، ومعايا جوز هند، ومعايا سوداني. وبرضو المكسرات دي يعني اختياري اللي انتي عايزاه المتوفر عندك. تمام. ام علي زي ما قلت لكم بتعمل بالملفيه، بس الملفيه غالي جدا. وبتعمل بالجلاش. انا عملتها قبل كده بالجلاش بس ما نزلتهاش على القناه. المره دي اعملها بالرقاق. بيبقى طعمها حلو جدا، وفعلا كان طلع طعمها حلو قوي، احلى كمان من الجلاش. وكمان موفره قوي بصراحه، موفره جدا عن الجلاش كمان، لان كيلو الرقاق ده ب25 جنيه عمل معايا كتير واتبقى كمان. معايا هنا لبن. اللبن زي ما قلت لك زي ما انتي عايزه، انا حطيت بتاع كيلو ونص. هخلي بس السودا على جنب كده، واجيب الطواجن بتاعتك تكون نظيفه وناشفه. تمام. انا كنت غسلاها ومنشفاها، بس انا احتياطي كده بحط ايدي اشوف الدنيا فيها ايه. هقطع كده هكسر الرقاق بتاعي. برضه التكسيرة دي اختياري، هو كده كده اصلا يعني ايه. بيدوب يعني، او بيتشرب اللبن، وبيبقى مش بتيجي كده حتت معاكي يعني جامده. تمام. كان طعمه حلو قوي. ممكن تقدموه لولادكم هما بيذاكروا، ممكن تقدموه لهم مثلا هما رايحين المدرسه الصبح او بالليل قبل ما يناموا، ممكن يسد مثلا بدل الفطار بدل عشاء كده يعني. فاهمين؟ وممكن بعد الاكل يعني كده حاجه كده يعني، حاجه حلوه وبنفس الوقت مشبعه جدا يعني. هكسر الرقاق بالشكل ده. انا الرقاق ده كنت بعمله في البيت وعملته وكان حلو جدا وكان موفر قوي. بس انا ما كانش عندي، وهما كانوا عايزين الصراحه طلبوه مني. يعني طلبوا مني، ولادي طلبوا مني ان انا اعمل لهم ام علي، فاشتريت، اضطريت ان انا يعني اخليهم يجيبوه. ما لو ما عندكيش الطاجن ده، على فكره اعمليه في صينيه عاديه خالص، ما فيش اي مشكله يعني، مش هتقولك لا. بس حاجه ما يكونش ليها ايد، عشان لازم هتدخليه الفرن. يعني ما يكونش ليها ايد، اللي هي الايد البلاستيك ديت، عشان ما تسحش معاكي في الفرن. كسري كده الكميه اللي انت يعني عايزاها، او تكفي الطاجن كله.
كده بالشكل ده، وانت هتحط عليه اللبن هينزل شويه يعني. ابتدي اجيب الطواجن الصغيره، ودي كانت حلوه قوي الصراحه وعجبتني اكتر من الطاجن الكبير. هكسر الرق بنفس الطريقه كده. ده اللبن يا بنات انا غليته وحطيت فيه كوبايه سكر. هو انا قلت لكم السكر برضو على حسب الرغبه، بس انا ما كنتش عايزه احليه قوي يعني، ما كنتش عايزاه يبقى مسكر قوي. ولازم تدوب السكر كويس قوي. هجيب المكسرات بتاعتي. وانا قلت لك اي نوع مكسرات عندك، حاجه دي اختياري، ممكن تحط نوع واحد بس، ممكن تحط نوعين يعني، ممكن تحطي مثلا جوز هندي مثلا وزبيب، ممكن تحطي سوداني بس، ممكن تحطي اي حاجه المتوفر عندك. توزعي كده المكسرات عليهم، ولو عايز تحطهم مثلا في النص ماشي حطيهم، بيبقى حلو برضو. حتى كمان الزبيب لو خدت بالك في اول الفيديو لسع معايا سنه، بس مش مشكله، خصوصا ان انا الزبيب عندي هو ما كانش ممرر، كان حلو، خصوصا ان انا الزبيب عندي احمر يعني الزبيب عندي مخلط اصفر على احمر فاهمين ازاي. ابتدي اوزع عليهم المكسرات بالتساوي كلهم الاول زي ما انت عايزه يعني، واحط عليهم اللبن بقى في الاخر. هحط كمان سمنه، معلش خاص اللبن ده مفيش مشكله خالص. حطيت سمنه، عندك زبده حطي، تمام، ما عندكيش حطي سمنه، ما تكتريش يعني، معلقه كده مش مليانه، فاهماني، بتدي دسامه كده، بتدي طعم حلو يعني. ولو عندك زبده او سمنه بلدي يا ريت يعني بتبقى احلى، بس ما عندكيش ايه هتعملي ايه، حطي سمنه الموجوده عندك وخلاص. هنزل كميه اللبن كلها كده، وهو ما بياخدش دقيقتين في الفرن يعني، ما بياخدش يعني، الفرن بيبقى سخن قوي، ما بياخدش وقت خالص. ممكن ما تولعيش الشوايه، ممكن تكتفي مثلا ان هو ايه، يبقى الفرن بس. شايفين طلع بالشكل ده، طلع حلو قوي بجد يا بنات، كان طعمه حلو قوي. جوز الهند كان مديله ريحه كده، وكان مديله كمان طعم حلو قوي، لان هو اكتر حاجه في المكسرات ريحته قويه في المكسرات اللي انا حطاها يعني. كنت عايزه احط فانيليا بس اكتفيت بجوز الهند لانه كان عامل ريحه حلوه قوي. الفانيليا دي اختياري يعني.
تمام. طلعتهم كانوا بالشكل ده، كانوا حلوين جدا. كان طعمهم حلو وحاجه خفيفه ومشبعه. شايفين الجمال؟ زي ما قلت لك حلو قوي لو العيال بيذاكروا، لو مثلا ايه في الصبح قبل ما يروحوا المدرسه او بالليل قبل ما يناموا مش عارفه تعملي عشاء ايه. بجد اتمنى الفيديو يعجبكم. شكرا جدا على المتابعه.